السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير على أحلى ناس في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة المبكبكة. بصوا، بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وحاجة كده تدفي في الشتاء اللي احنا قاعدين فيه ده. أول حاجة نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عندي هنا كيلو من المكرونة، حوالي كيلو إلا ربع كده. وعندي هنا فلفل أسود وبهارات، اللي هم 7 بهارات، وشوية من الزعتر، شوية من الحبهان والورق اللوري المطحونين، وملح وفلفل اسود. وعندي بصل متقطع كده شرايح، وطماطم متقطعة. وعندي طماطم زي ما انتم شايفين كده، انا هضربها في الخلاط. ونص كيلو من اللحمة. اول حاجة هنا بدي اللحمة صدمة كده. بسخن حلة على البوتاجاز، واحط فيها معلقة من السمنة، واسخنها كويس، وانزل بيها على البوتاجاز كده بالشكل ده، علشان اديها صدمة بالشكل ده كده. واللحمة زي ما انتم شايفين كده مش مقطعة كبيرة، انا مقطعة حتت صغيرة علشان اللي يجي ياكلها كده ياكلها بالمعلقة مع اللحمة بالشكل ده كده. لو أول مرة يتابعني كده يحط لايك للفيديو ويصلي على النبي في التعليقات، ويشوف الفيديو ويقول لي رأيه فيه ايه. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا داخلين على رمضان، والوصفات زي ما انتم شايفين كده كلها شتوية. انا هنا زي ما انتم شايفين بشوح اللحمة، مجرد بس ما تديها لون من تحت كده هقلبها بالشكل ده. هنزل بقى ببصلاية مفرومة كده. البصل اللي انتوا شفتوه ده كنت بفرمه في الخلاط كده، علشان مش عايزاه طبعا يبان في الكبة سوري، في اللحمة مع المكرونة كده. وبرضه هفرم الطماطم اللي انتوا شفتوها دي كده، برضه هضربها زي عصير كده طماطم برضه. ومقطعة قطع صغيرة. ده ورق لوري، وحتى ورق لوري مع حبهان مطحونين كده. دايما كده بخليهم مطحونين لوحدهم، عشان لو عايزة احطهم مثلا على اللحمة او تتبيلة حاجة تبقى جاهزة معايا. صلي على النبي كده، طول ما احنا قاعدين صلي على النبي. انا هنا بس اللحمه ايه، معليه عليها ما توطيش عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. انا عايزاها تتشوح كويس، وبعد كده هنزل عليها الطماطم، عصير الطماطم بالشكل ده كده، حوالي نص كوبايه. والطماطم نضربها في الكبه كده عشان متبقاش ناعمه قوي. تمام بالشكل ده كده. حط معلقه صلصه او معلقتين صلصه كده، وانزل عليهم ال التوابل بالشكل ده كده. فضي كل التوابل، واحط الملح بتاعها. متقلقيش الملح هيسويها، متقلقيش. حتى ملح بسيط مش كتير قوي. وفي الاخر هدوق برضو الطعم بتاعها. هزود بقى ميه واسيبها تغلي معايا. مجرد ما تغلي كده وتخش في السوا، هنزل المكرونه. طبعا اللحمه بتاعتي قطعيه، اللي هي القطعيه مش بتاخد سوا كتير. فمجرد ما تغلي كده وتتسبك، يعني تتقل كده وتخش في السوا بتاعتها، هنزل المكرونه على طول. تمام. خدت معايا حوالي اكتر من يعني حوالي نص ساعه كده، او ساعه الا ربع. انا كنت مهديه عليها النار زي ما انتم شايفين. الميه تقلت بتاعتها شويه، هزودها ايه، شويه ميه صغيرين. بصوا، اللحمه اهي استوت اهي. هنزل بقى المكرونه، واظبط الملح بتاعها، ولو عايزه توابل تانية احط لها. واحط لها مكعبين مرقه. الطماطم دي مرضتش احطها في الاول عشان ما تتهريش معايا، فعايزاها تبقى باينه كده في المكرونه. فضفتها دلوقتي، وبعد كده هنزل ايه المكرونه دي، مرقه الدجاج. وبعد كده هنزل كميه المكرونه اللي انا هحطها. حاولي ما تكتريش المكرونه، لانها بتزيد معاكي وبتنفش كده. فما تكتريش، يعني حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع بالكتير قوي. هينفش معاكي ويملالك الحله. عشان طبعا المكرونه دي بالذات مش بتقعد كتير. مجرد ما تستوي عايزه تتاكل على طول. لو قعدت ايه، بتمسك في بعضها كده زي الوايت صوص بالظبط. بعد كده هظبط الملح بتاعها، وهزودها شويه ميه تاني علشان المكرونه متبقاش ايه لازقه فيها اوي. انا عايزه فيها صوص كده خفيف. فهظبط الملح بتاعها واسيبها تغلي، ومجرد ما تغلي هسقط المكرونه بتاعتها على طول. في الوقت ده لو عايزه تضيفي لها شطه مثلا، او فلفل حامي، او شطه ناعمه اللي هي الناعمه دي براحتك.
عايز تحط لها قرون فلفل كده، هي الطريقه الاصليه تحط لها قرون فلفل كده، بتدي ريحه كده وطعم حلو. تمام كده، سبتها لحد ما غليت معايا بالشكل ده. بعد كده هضيف لها المكرونه، وهي غلوتين اتنين بس، وهتطفي عليها على طول عشان ما تعجنش معاكي. ده كيلو الا ربع مكرونه زي ما انت شايفه كده. بصوا السوائل بتاعتها، لو انت هتشوفيها كده هتقولي اللي هي هتطلع مثلا فيها ميه كتير وصوص كتير، يعني ميه ومعجنه. لا، هي هتشرب الميه، وهوريها لكم دلوقتي وانا بصبها هتبقى عامله ازاي. القطع البيضاء اللي على الوش دي من اللحمه، اللي هي في اللحمه اللي انا حطاها ملبسه، يعني فيها ابيض وفيها احمر. تمام. هضيف لها بقى قطع فلفل كده صغيره علشان تعرفي تاكليها مع المكرونه كده بالمعلقه. يعني عايزه تعملي كده ماشي، عايزه تشقيه نصين براحتك. انا عندي بحب الفلفل شويه، فهضفت لها كده بالشكل ده. بيدي طعم حلو، وفي نفس الوقت بيدي نكهه حلوه في المكرونه. تمام. اغطي بقى عليها، وتعالى بعد ما اغطي عليها كده مجرد ما تغلي، وطي عليها النار. واوريها لك دلوقتي بعد ما اتشربت عامله ازاي. هي كده غليت غلوتين، وطيت عليها وابتدت تتقل معايا بالشكل ده. توطي عليها النار، وزي ما انت شايفه كده بتتسبك معاكي، يعني 5 دقايق وهتصبيها على طول. بص الصوص بتاعها عامل ازاي. ما بتاخدش وقت على البوتاجاز على فكره، مجرد ما بتحطي المكرونه بتغلي خلاص استوت. بصوا، خصوصا بقى النوع المرمريه ده يعني مش بياخد وقت على النار، بيستوي بسرعه. بصوا بقى الجمال، في اكتر من كده. دي اكله في الشتاء تدفي بالشكل ده، حاجه كده تحفه. بصوا الجمال. عملتها بقى بلحمه، عملتها بفراخ، عملتها بالمشروم، عملتها ساده زي ما عملتها قبل كده انا. حاجه كده تحفه، تاكلي منها متشبعي. تعالوا بقى شوفوا لي كده جمال المكرونه عامله ازاي. المكرونه ما فيهاش ولا غلطه، ولا معجنه ولا لازقه ولا اي حاجه، فيها صوص زي ما انتم شايفين كده. اللحمه بتاعتها دايبه خالص، وزي ما انت شايفه كده مفلفله، وعايزه بص تتاكل اكل. عايزه اقول لكم اللي هي اتنسفت في ساعتها اصلا ما عادتش. وزي ما قلت لكم قبل كده، المكرونه دي عايزه الاكل يعني تكون العيله كلها متجمعه كده، وتفضوها في صينيه. وزي ما انتم شايفين بصوا اللحمه دايبه دوب. تنفع بقى بلحمه، بفراخ، بمشروم، بسوسيس، بسجق. حاجه كده تحفه، كل حاجه فيها لها طعم تاني. جربوها بأي طعم انتوا عايزينه، او اللي متواجد عندكم، او من غير لحوم خالص. عملتها قبل كده من غير لحوم خالص، والله العظيم ما قعدت. حاجة كده تحفة لما تكون نازلة الصينية الحلة كده من على البوتاجاز، تفضى كده في صينية والعيلة كلها ملمومة. بصوا، جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. المبكبكة الليبي طريقة سهلة وبسيطة جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ودمتم في امان الله. واسيبكم بقى واروح اكل عشان الجو كده ساقعة والاكل هيبرد. وزي ما انتم شايفين المكرونة متستناش. مع السلامة. ما تنسوش تجربوها وتقولي رأيكم في التعليقات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.